عسلامة ومرحبا بكم. اليوم مش نعملو مع بعضنا فلفل محشي ومعاه صوص متاع طماطم. انا مش نعملو بالدجاج. خذيت صدر الدجاج وفرمته، ومن بعد فوحته شوية ملح وفلك حل وكركب وشوية زيت زيتونة. خلطت كل شيء مع بعضه ومن بعد قليته في الزيت من غير ما نزيدو ماء، جيست نحلو بشوية بشوية خاطر صدر كي ترحيه يقعد معجن شوية. دونك نسيت شوية روحي ونحلو بشوية بشوية من غير ماء ونغطيه نحطو يقف على زيتو. ومن بعد قصيت البطاطا جويدة وقليتها لطون اللي الدجاج متاعي حضر. ومن بعد نحط المكونات كل مع بعضهم في بول، شوية معدنوس معاها، نفوحهم شوية ملح وشوية فلكحل، شوية بركة ملح خاطر ديجا الاخر كله ملح. نزيدو العظم، 3 عظمات، ورشة جبن اختياري، ما يزيد يبن الحقيقة. بعد ناخذ قرينة الفلفل متاعي، نحيو ذاك القرن بشوية بشوية باش ما يتكسر لناش قرن الفلفل. هي باللي سايس تتشق شوية هكا شوية برك. ومن بعد نعمرو بالخليط متاعنا، نحاول نوصل الخليط للقاع. نستعمل مغرفة صغيرة باش نجمو نرصو هذاك الخليط بالباهي في قرن الفلفل. ديجا 3 قرون فلفل، فضل شوية بركة من الخليط، فطر مصلي عن بيه عائلة كاملة. ومن بعد نقليه بالطريقة هذه، نعملو على الوجه هكاكا باش ما يخرجش الخليط. ومن بعد نكمل نقليهم 3 قرون اللي عندي. فضل لي شوية خليط حطيتهم في البركات، ما يتيش نحصلو. ومن بعد نتعدى نعمل صوص طماطم، صوص سهل هذيك طماطم فرشكة، مرحي ومخبي عندي ديجا في الكونجيلاتور، ومغرفتين طماطم معجونة، شوية فلفل احمر وشوية كركم شوية ملح، قرن فلفل باش يبنن. ومن بعد ما يطيب الصوص متاعنا نرميو فيها قرون الفلفل شوية، مش ياسر، متاع درجين باش يسيب البنة متاعه في الصوص. نغطي وهم بعد نحلو عليه ونخليه في صحن التقديم. وان شاء الله تعجبكم الوصفة، وصحة وبالشفاء.